السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا لكم مقطع جديد من برنامج واقعي بمناسبة أخينا بس ربنا. قبل أن نخش لكم في تفاصيل الفيديو حابين نذكركم كلا تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو يا أخواننا في مرة اتعرضت على إهانة في المفوضين، وكمية من الناس ما فهمت إنه كيف المرة دي اتعرضت على الإهانة. حتى الفيديو من تم نشره في الميديا كمية من الناس ما فهمت أي حاجة، خشت في التعليقات وتعليقات متضاربة جدا جدا جدا. كمية من الناس ما فهمة الفيديو ده كان المرة دي اتعرضت لإهانة كيف أو مشكلتها كانت شنو. بس الناس زول كتب العنوان في الفيديو بس شالوا العنوان وبس خشوا في التعليقات شغالين درر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 رrrرrr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 
بقى يعني صخرة كبيرة جدا من اللاجئ السوداني من قبل حتى الموظفين الشغالين في المفوضية بتاعت مصر. يعني في إهمال كبير جدا من قبل الموظفين الشغالين في المفوضية. يعني ما بتقدر تفهم انت لما تمشي تلقى سوداني يعني شغال في المفوضية ما بيحل لك اي، حتى لو عندك شكوى عندك اي مشكلة ما بيحلوا لك خالص. انا شايف انه كمية من اللاجئين موجودين مختلفين من الابلاد الثانية، فلاقين اهتمام كبير جدا الا كلاجئ السوداني وبس. كويس المشكلة دي الصخرة من الناس الشغالون او الناس الموظفين الشغالون في المفوضية ده الشغلانية كلها بقت واسطات، بقت فيها رشوات وما اشبه، وده المشكل الكبير سبب انه المفوضية ده قيمة افهم كلامي قيمة بتاعت اللاجئ السوداني هنا في مصر. يعني ما في اهتمام نهائي يا حبيبي. يعني ممكن انت تتوقع تتعرض لاي انا اللي نتكلم معكم ده شفت في المفوضيه بتاع مصر ده حاجات كده غريبه. يعني اللاجئ السوداني اتعرض للسرقه من قدام الشرطه، ما في زول اشتغل بهم اتخيل، ما في زول قام اعتقلوا، ما في زول قام سالوا، فديل فلانين وفلانين معروفين دخلوا الدينهم وعلمهم قطفوا الزول شالوا في المفوضيه ده حصل، في المفوضيه ده حصل ضرب وكلوا اي حاجه قدام ما في زول قام بحمايه. وخلي بالك عشان ما تجي نفلسف لها الناس دي ما عارفين اي حاجه، الناس دي مركبين كاميرات مرتين الناس الامني من وسط الناس القاعدين، يعني هم عارفين اي حاجه. بس الشغلانيه زي ما اقول لك دي صخره من البدايه مشت فينا كده، بس الله يكون في عون. الموضوع الحسن للخاله دي ربنا يعينها وربنا يديها الصبر. ده حاله المفوضيه في مصر، وربنا يصلح الحال اللاجئين الموجودين في مصر ان شاء الله. لو في معلومة أي حاجة إن شاء الله بنطلع نشرح لكم. فده نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو فلا تنسى تعمل لايك تعمل سبسكرايب ونقول لكم بيس.